نادي الزمالك واللي شارك النهارده اخيرا بشكل اساسي مرتديا القميص الابيض. كفاره يا اسلام. كفاره يا كابتن، ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. اخيرا يا اسلام، اخيرا. والله يا كابتن انا تعبت، انا بقالي فتره كبيره مش موجود. نعم. وبعدين انا انا بحضر كل التمارين، يعني وبتمرن بشكل كويس وعلى طول يعني انا مش مقصر مش مقصر في النادي في حاجه. فطبعا انا كنت بتمنى ان انا اشارك من بدري، بس حضرتك عارف بقى انا اتصبت، وبعدين زي ما بيقولوا كده بلغه الكوره العجله مشيت والفرقه ماشيه كويس واللعيبه التشكيل اتثبت. طبعا. فطبعا يعني انا لعيب محترف موجود في النادي، مستني الفرصه زي اي لعيب. نادي الزمالك عنده ما شاء الله يعني اكتر سنه تحس ان في لعيبه كتير في نادي الزمالك. فيعني الامور ابتدت يعني تمشي واحده واحده، ومستر فيرا من النهارده قال لي انك هتلعب طب انت فوجئت يا اسلام؟ كنت متوقع انك تبدا؟ لا كنتش متوقع. لا خالص، يعني حتى انا هو لمح كده في المحاضره، قال ان في لعيبه لازم تبقى مستعده، لان انا قلت ان انا محتاج كل لعيب. فحسيت كده من الكلام ان يعني ممكن ان انا ابقى موجود. وبعدين كابتن اسامه قال لي ان انت هتبقى موجود، ومستر فيرا كلمني. ده قبل المباراه بقد ايه يا اسلام؟ نعم، قبل المباراه بقد ايه يعني؟ لا كابتن اسامه قال لي واحنا في اوضه واحنا في الدفاع الجوي، يعني واحنا موجودين يعني. لكن مستر فيرا انا حسيت من تلميحات كلامه كده بس. لكن كابتن اسامه قال لي في اوضه اللبس ان انت هتلعب، يعني خلاص بقى اللي هم خلاص كانوا. طب انا برضه بدايه خليني اسالك سؤال، هل اللعيب بيبقى محتاج اذا كان ما بيلعبش بقاله فتره، هل محتاج قبلها بيوم او يومين يعرف انه هيلعب عشان درجه تركيزه تختلف، او هل محتاج كده، ولا ممكن اللعيب يتقال له قبل المباراه بساعه فبيبقى له نفس الجاهزيه يعني؟ لا لازم يتقال له. انا شايف ان هو لازم يتقال له في التمرينه الاساسيه اللي هي بتبقى بالذات لما يكون بعيد قوي. نعم. لازم يتقال له في التمرينه الاساسيه، يعني لو احنا ماتشنا الاربع بيبقى التمرينه الاساسيه الاثنين، فلازم كان يعني انا كنت لو خلي بالك برضه يا كابتن ممكن تكون ظروف تعب احمد سمير كانت، يعني اللي هو انا شاركت مثلا في الظروف ان احمد سمير برضه تعب بالليل، فممكن يعني ممكن يكون نصيب ان انا كنت العب الماتش، لكن ما تعرفش الظروف كانت ايه برضه. بس انت كنت عاوز قبلها بيومين تعرف في التمارين الاساسي مثلا، قبلها بيوم او يومين تعرف ان انت هتلعب عشان تبقى اجهز من ناحيه التركيز حتى. بالظبط ممكن. وبعدين انا طب انت النهارده ادائك انت راضي عنه في الملعب ولا حاسس؟ بص يا كابتن، انا بالنسبه ان انا بقالي فتره بعيده قوي، يعني انا بقالي فتره كبيره. وبعدين برضو اقول لحضرتك ان المكان ده مش مكاني. فممكن يعني انا شايف او المدرب برضو كابتن اسامه قال لي دي بدايه كويسه، ان انت برضو نفسك موجود، وان انت يعني الميس باص بتاعك مش يعني قليل، ورحت على الجول وكملت ودفعت كويس وشاركت في الهجمات. فكل ده برضه يا كابتن يعني مع واحد بقاله، يعني انا بقالي 5 شهور ما لعبش ماتش. يعني انت حاسس ان في رضا على الاقل من الجهاز الفني على الشويه اللي لعبتهم؟ بالظبط، يعني اكيد انا برضه قلت ان انا يعني لسه قدامي شويه على، يعني انا قلت ان انا الماتشات، طبعا حضرتك عارف ان الماتشات هي اللي بتجيب فورمه اللعيب. وانا محتاج ان انا العب ماتشات علشان اجيب فورمه. انا دلوقتي انا شايف ان يعني نفسي كويس وواقف على رجلي، اقدر ان انا الماتشات هي اللي تجيبني فورمه وابقى موجود. طب اسلام، يعني النهارده احمد جعفر غاب عكس المباريات اللي فاتت كلها، عندك يعني تفسير او انت يعني غيابه كان ايه سببه؟ والله انا مش عارف برضه يا كابتن، هو ممكن يكون ده راي الجهاز الفني، ما يعني ممكن برضه يكون سيسي جاب جول الماتش اللي فات، فبرضه دي دافعه لسيسي ان هو يبتدي الماتش ده، لان خلي بالك يعني احنا ما عندناش غير جعفر وسيسي. نعم. فبرضه مستر فييرا يعني لاعب فييرا في ماتش فيتا كلوب اللي في افريقيا. فهو ممكن يكون كل واحد فيهم ليه نوعيه ماتشات. تمام. طب اسلام اخيرا، يعني كان كلام كتير بيتردد ان انت يعني ما بتلعبش بقالك فتره، فخلاص يعني رحيلك من نادي الزمالك بقى يعني مؤكد في نهايه الموسم، خصوصا في الازمه اللي بين الزمالك وانبي على المقابل المادي. كل الكلام ده صحيح ولا بتفكر ازاي انت في هذا الامر؟
والله يا كابتن انا ما حدش وجه لي من الاداره كلام. انا ممكن اكون بسمع كلام كتير، بس انا زي ما قلت لحضرتك في الاول انا مركز في شغلي. انا موجود، الفرصه جت بلعب، الفرصه ما جاتش اديني مستني وبتمرن ومواظب في تماريني انا مش شاغل دماغي بالكلام اللي بيتقال. انا لو جم وجهوا لي حاجه معينه، النادي مش عايزني، انا سبت حاجات كتير عشان اجي نادي الزمالك. نعم. وكان قدامي حاجات كتير جدا ان انا يعني انا فضلت نادي الزمالك عن حاجات كتير. فلو نادي الزمالك هو مش عايزني يجي يكلمني مباشره. يعني انا بسمع كلام كتير في الجرايد. بس انت احساسك ايه يعني احساسك ايه من معامله مجلس اداره او لجنه الكوره او الجهاز الفني؟ احساسك اكيد اللعيب بيحس ما هقول لحضرتك على حاجه بيفكر في النادي يعني. بص، هو سبب رئيسي في ان الكلام الكتير ده عليا ان انا ما بلعبش. يعني هو في الاول وفي الاخر حته اللعب هي اللي مأثره عليا في كل اللي بيحصل ده. تمام. لان طول ما انا سليم وما بشاركش خالص، فدي بالنسبه لي يعني صعبه، في ظل ان انا جايب فلوس كتير، في ظل ان النادي ممكن تكون احواله الماديه برده مش مستقره. طب لكن انت رغباتك من جوه ايه يا اسلام؟ انك تكمل ولا انك يعني انا كابتن، انا موجود في نادي الزمالك. انا دلوقتي موجود في نادي الزمالك. لو نادي الزمالك هو مش عايزني، دي حاجه ثانيه. انا اقدر بقى ان انا يعني اشوف طريقه ان انا امشي من نادي الزمالك. بس انا طول ما انا ما حدش بيوجه لي حاجه في نادي الزمالك انا موجود. طب طمنا على صلاح سليمان بقى، رحتوا له بقى وكلمتوه؟ والله يا كابتن كلمناه وعرفنا اللي هو عنده كسر في الوجه. كسر في الوجه وشبه ارتجاج بسيط كده. بس فان شاء الله يكون احسن يعني الفتره الجايه ان شاء الله. بس اعتقد انه مش هيلحق اكيد مباراه يوم الاحد، وربما يغيب كمان عن مباراه سان جورج. لا، احتمال كبير كمان، لان طبعا حضرتك عارف ان اصابه الوجه دي بتاثر طبعا. وبعدين ظروف سان جورج كمان غير الماتشات اللي هنا، الملعب هناك صعب. وبعدين الشغل كله في سان جورج هيبقى عباره عن الديفنس، على الدفاع. الدفاع. وصلاح هو مميز في الجمبات، فهيبقى قلقان كمان يلعب بدماغه، لان لازم يبقى جاهز 100% طبعا. بالظبط. تمام. عموما يا اسلام بتمنى لك التوفيق، وبنتمنى الشفاء اكيد لصلاح سليمان. هنحاول نجيبه برضه على التليفون نطمن عليه. دي انسرتات الحقيقه على طول الكاميرا بتاعتنا راحت واخدت انسرتات فور انتهاء المباراه. ده في مستشفى المقاولون العرب، ده مراسلنا عاطف شادي على طول راح هناك ونقل لنا بسرعه هذه اللقطات لصلاح سليمان وهو موجود في المستشفى بصحبه الدكتور المنيري مصطفى المنيري. هنحاول برضه نجيبه على التليفون نطمئن عليه. واعتقد انه صعب ان صلاح، حتى هو لسه حتى صلاح يعني لابس التيشيرت بتاع اللعب، يعني ما كانش غير حتى، فما كانش في وقت. لكن نتمنى طبعا لصلاح سليمان ان شاء الله الشفاء العاجل. الزمالك بيخسر